بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان قصة الخلق. أحبتي في الله، قضية الخلق قضية جليلة كبيرة تملأ قلب المخلوق العاقل بعظمة الخالق وجلاله، يا عبد الله، أرجو أن تستوعب قضية الخلق ليمتلئ قلبك من جديد بعظمة الله، إذ لم يدعي أحد قط أنه خالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قصة الخلق. فلينظر الإنسان مما خلق. انظر يا أخي، انظر إلى أصل خلقك لتتعرف على عجزك وفقرك. قصة الخلق. تدبر معي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قصة الخلق. بعد أيام قليلة تتحول النطفة إلى علقة. قصة الخلق. ثم تتحول العلقة في عملية خلق جديدة إلى مضغة. قصة الخلق. ثم تتحول المضغة إلى عظام. قصة الخلق. ثم بعد ذلك تأتي آخر المراحل وأعظمها وأجلها، وهي مرحلة نفخ الروح. من أين جاءت هذه الحياة؟ إنها قدرة الله الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين. قصة الخلق. لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إننا اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 19 من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات. ونحن اليوم على موعد مع الآية 13
من آيات السورة الكريمة مع قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أسأل الله أن يبارك في وقتنا لننتهي من تفسير هذه الآية فحسب، والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو النداء الأول في السورة بقوله تعالى: يا أيها الناس، بعد 5 نداءات متكررة لأهل الإيمان. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الآية. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. النداء الخامس لأهل الإيمان في السورة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. ويأتي هذا النداء الأول في السورة للإنسانية جمعاء وللبشرية كلها، للمؤمنين والكافرين على السواء: يا أيها الناس، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقضية الخلق قضية جليلة كبيرة تملأ قلب المخلوق العاقل بعظمة الخالق وجلاله، إذ لم يدعي أحد قط أنه خالق، وإن ادعى الربوبية بعضهم فلقد ادعاها على سبيل العناد والمكابرة. فما ادعى فرعون الربوبية في قوله لقومه الذين استخفهم أنا ربكم الأعلى إلا على سبيل العناد والكبر. وما قال النمرود بن كنعان لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت إلا على سبيل العناد والكبر والمغالطة، لأنه ادعى أنه إن أتى برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخر فقد أحيا وأمات، وهذا خلل في الفهم والتصور. فشتان بين هذا وبين قضية الخلق من العدم، فما خلق من العدم قط إلا الخالق. أرجو أن تستوعب قضية الخلق للسماء وللأرض ولما خلق الله بين السماء والأرض من عوالم، ليمتلئ قلبك من جديد بعظمة الله، تلك العظمة المبنية على العلم بأسماء جلاله وصفات كماله. فقضية الخلق قضية كبيرة، قضية جليلة تملأ قلب من تدبرها بعظمة الخالق وجلاله وهيبته. والآية هنا تتحدث لا عن خلق السماء ولا عن خلق الأرض، وإنما عن خلق الإنسان. وأرجو أن تعي هذه الكلمات لتعلم يقينا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، هذا تفسير. فكل الخلق في الغالب، وحينما تقرأ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فهذه الآية كما يقول علماء الأصول قد خرجت مخرج الغالب، إذ أن كل الخلق خلقوا من ذكر وأنثى باستثناءات، نعم، باستثناء آدم فقد خلق بغير ذكر وبغير أنثى. باستثناء
بغير أنثى باستثناء عيسى، فقد خلق من أنثى بلا ذكر، وخلق الخلق جميعا من ذكر وأنثى ليعلم كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. حين يريد سبحانه أن يخلق بلا ذكر ولا أنثى خلق آدم بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله خلق آدم أبا البشرية من تراب. تدبر حتى لا تتصور أن تعارضا ما قد وقع بين آيات القرآن، كما قال بعض الجهلاء. خرجت علينا أستاذة دكتورة تدعي أن تعارضا قد وقع في القرآن، فتارة يذكر القرآن أن الله خلق الإنسان من طين، وتارة يذكر أنه خلق الإنسان من تراب، وثالثة من نطفة، ورابعة من علقة، وخامسة من مضغة، وسادسة من ماء مهين إلى آخره. وهذا إن دل فإنما يدل على جهل مركب بلغة العرب ولغة القرآن. فالله سبحانه خلق آدم أبا البشرية من التراب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من حيث الأصل وهو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وسأعود للآية مرة أخرى لزاما، لكن قف معي مع صور الخلق لتقف على قدرة الخالق العظيم جل وتعالى. فالله خلق آدم من غير ذكر وأنثى، خلقه من طين، خلقه من تراب، بأمره كن فكان. ثم خلق الله حواء من آدم، كما قال الصادق فإنهن خلقن من ضلع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه هي الصورة الثانية من صور الخلق. خلق حواء من آدم من ضلع، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الصورة الثالثة خلق عيسى من أنثى بغير ذكر. الله، لنعلم أنه جل وعلا إن أراد أن يخلق على أي صورة شاءها كان كما قدر وقضى سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى كان بكن ولم يكن هو كن، كما قال الإمام أحمد كان عيسى بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وليس كما يقول المخرفون على شاشة قناة نجسة تدعى بقناة الحياة، وهي الموت الزؤام والكفر البواح. فعيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما كان إلها قط وما كان ابنا لزوج الإله قط. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله جل وعلا يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله جل وعلا يقول لعيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. قال عيسى قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله. هذه رسالة عيسى. ما استنكف عيسى قط أن يكون عبدا لله، وأمه ما استنكفت قط أن تكون صديقة في عالم الصديقات، فهي الأنثى الوحيدة في دنيا البشر التي اصطفاها خالق البشر ليودعها هذا السر الجليل وهذا الحمل المبارك، لتكتمل صورة القدرة في الخلق، حيث شاء ربنا أن يخلق من غير ذكر ولا أنثى، ومن ذكر بلا أنثى، ومن أنثى بلا ذكر، لتكتمل الصورة ولتظهر القدرة في أكمل وأتم صورها، ليعلم الخلق كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. قال البشير النذير المصطفى، والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل ربنا وتعالى عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل هو الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، له الكمال والجمال والجلال المطلق. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قلها بيقين وصدق وإخلاص وتصديق وعمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. اللهم لك الحمد كما خلقتنا موحدين، ونسألك بفضلك وكرمك أن تختم لنا بخاتمة التوحيد، وأن تحشرنا في زمرة الموحدين. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. انظر إلى فضل الله عليك أيها الموحد، انظر إلى توفيق الله لك يا من وحدت الله وآمنت بمحمد رسول الله وآمنت بعيسى عبد الله ورسوله. من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته يعني قال الله كن، كما قال الإمام أحمد: فكان ولم يكن عيسى كن، بل كان عيسى بكن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الصورة الثالثة. وصورة مريم من أجمل الصور التي لو قرأت على أي عاقل منصف على وجه الأرض لأقر لله بالوحدانية ولعيسى بالنبوة والرسالة. أما هؤلاء السفهاء الذين يزعمون أن عيسى هو الإله وأنه ابن زوج الإله فهذا كفر بواح أعلنها على منبر رسول الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أعلنها على منبر رسول الله، قرآن لا نستحيي منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولله ضر ابن القيم: أعباد المسيح
نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه. بطن مريم أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أعجب لهذا السفيه الذي يتطاول على القرآن، أعجب لهذا السفيه الذي يتطاول على محمد عليه الصلاة والسلام في كل حلقة من حلقاته، ولا يترك هاتفا على الشاشة ويقول أنا أتحدى من يناظر. اترك هاتفا وسأتحداك أصغر موحد في الأمة، لن يناظرك عالم، فعلى أي شيء يناظر مثل هذا الغر الجاهل؟ على أي شيء يناظر؟ وما هي بضاعته إلا الكذب والبداءة والسفاهة، لا شيء. وهل يعقل أن يكون عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلها للكون؟ فمن كان يدبر الكون قبل أن يخلق عيسى، ومن دبر الكون حين صلب عيسى كما يدعي اليهود 3 أيام على خشبة الصليب، ومن كان يحكم الكون حين قبر 3 أيام ثم خرج بعد ذلك وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب أبيه ودخل النار فأخرج أهل النار، وهو يجلس الآن عن يمين الرب ينتظر إلى يوم الخلاص. ما هذا؟ والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله جل وعلا يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندنا ما يسمى في الإسلام بالمسؤولية الفردية، فكل مسؤول عن عمله ونفسه فقط. وقد فصلت ذلك تفصيلا في أكثر من 40 شريطا بفضل الله جل وعلا، لكنني أود أن أقول باختصار حتى لا أخرج عن صلب موضوعي. الصورة الثالثة من صور الخلق هي خلق الله لعيسى من أنثى بغير ذكر. وأنا أقول أيهما أعجز في الخلق، خلق عيسى أم خلق آدم؟ الجواب عند أي عاقل خلق آدم أعجز من ناحية الخلق، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أنا أتنزل لأناقش الخصم ولأناظره، وإلا فربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن أقول بلغتنا للخصم أيهما أعجز، الخلق من العدم أم الخلق من موجود؟ الخلق من العدم، والله جل وعلا خلق آدم من العدم من غير ذكر ومن غير أنثى، أما عيسى فخلق من أنثى بغير ذكر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخشى الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، الله، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت في التو واللحظة، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، ولد فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي جدولا من الماء سريا. طب أين الطعام؟ وهزي إليك بجذع النخلة. وهل تقدر امرأة قد وضعت ولدها للتو واللحظة أن تهز جذع نخلة؟ وهزي إليك بجذع النخلة. إنه قانون التوكل أن تأخذ بالأسباب وأن تترك النتائج إلى مسبب الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي
إني نذرت للرحمن صوما، مش هتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، يعني في العبادة والطاعة وليس في النسب القريب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أما السورة الرابعة فهي سورة سائر الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء ثم بعد ذلك من رجل وامرأة من ماء الرجل وماء المرأة. وقف معي لتقف على عظمة الخالق أيضا في هذه السورة الرابعة. فالله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق. انظر يا أخي، انظر إلى أصل خلقك لتتعرف على عجزك وفقرك. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، والماء هنا هو المني، ماء الرجل وماء المرأة. وكان علماؤنا يفسرون الآية قديما بأن الماء للرجل فحسب، كلا، بل هو ماء الرجل وماء المرأة. والآية صريحة في ذلك في قوله تعالى من بين الصلب والترائب. والصلب هو صلب الرجل، والترائب صدر المرأة أو ما بين ثديي المرأة كما قال جماهير المفسرين. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يتدفق من الرجل والمرأة على السواء. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يحفظ شبابنا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظهن من الوقوع في الحرام، وأن ييسر الزواج الحلال الطيب لأولاد وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي الماء المهين. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يلقي الرجل هذا الماء أو هذه النطفة أو هذا المني من مني يمنى
الرجل هذا الماء رحم امرأته وينامان. وهناك من الأحداث الكبيرة الجليلة ما يجري في منطقة الرحم وأنت وزوجك لا تعلمان عن هذا شيئا. ما الذي يحدث؟ يلقى الرجل النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية في كل لقاء، ملايين الحيوانات المنوية. الحيوان المنوي مخلوق له رأس وله جسم وله ذنب أو ذيل، جسم حقيقي لا يرى بالعين المجردة. تتسابق هذه الحيوانات لتصل إلى عروس واحدة جميلة غاية في الجمال تسمى البويضة. تلك البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة في الشهر، فهي تقر في بيتها، ليست ولاجة ليست خراجة، إنما هي مرة تخرج مرة في الشهر، تخرج مزينة كعروس زينوها وهيئوها لزوجها في ليلة زفاف، تلبس تاجا مشعا، تلبس البويضة تاجا مشعا لعلها تلفت نظر حيوان منوي من هذه الحيوانات الهائلة ليصل إلى البويضة. وكل الحيوانات في الطريق الطويل إلى هذه البويضة تهلك، ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد. يقول الأطباء هو أقوى الحيوانات، وأنا أقول بل هو الحيوان الذي قدر له الملك أن يصل. أين بقية الحيوانات المنوية؟ ماتت، هلكت، وحيوان واحد. ولم يصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية الهائلة إلا من سنوات قليلة، مع أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا بها من 14 قرنا. فماذا قال الصادق والحديث في صحيح مسلم؟ قال: ما من كل الماء، يعني المني، يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. إذا وصل هذا الحيوان إلى البويضة بدأ بينهما غزل مشروع، فنحن لا نعترف بما يسمى بالغزل العفيف، هذا حرام وتشبيب بالنساء ليس في دين
علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، وأنه من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أجور عظيمة، أسأل الله أن يغفر لكل من ساهم في نشرها، وأن يغفر ذنبه، وأن يشرح صدره، وأن ييسر أمره.